سلام سلام البنات، نتمنى البنات، تكونوا نتمنى بخير تكونوا بصحة بخير جيدة. بصحة مرحبا جيدة. بكم في مرحبا قناة بكم شيوات في لمروي قناة ليلى. شيوات اليوم إن شاء لمروي الله ليلى. مع وصفة أخرى اللي غادي تكون هي عبارة عن بولفورونيس بالكوك أو ما يسمى بجوز الهند. يعني نفس اللي كنت حطيت لكم، كنت درتها بنكهة الحامض والقرفة. اليوم غادي نديروها بالكوك، ومازال إن شاء الله غادي نعملها بالشوكولا. إذا فغادي نخليكم مع المكونات على بركة الله. اول حاجه عندنا 250 غرام من الدقيق، كنعملوه 280 وكنحمروه في الماكله على البوطه او كنديرو في الفران. كنديرو 280 لان راه كينقص كيرجع على 250. وعندنا 30 غرام من الكوك النوع الجيد، و80 غرام من اللوز اللي كنقشر وكنطحنو مزيان حتى هو كنحمرو في الفران او غير في الماكله. وعندي 75 غرام من السكر كلاصي، و125 غرام من الزبده، او يعني حسب الخليط. نقدروا نديروا من 125 غرام كنزيدوا. كنديروا الدقيق، كنضيف له شويه ديال الملحه، واحد رشه ديال الملحه، وكنضيف كل المكونات كنخلطوهم. عاد كنبداو نزيدوا الزبده. فانا الزبده كندخلها شويه الميكروندا غير باش كدوب لي واحد شويه، ما كندوبهاش كامله ولكن غير باش كترطب. هنا غادي نبدا نضيف في الزبده. فدائما كندير الزبده ديال العبر سبيسيال، هي اللي عملتها هنا. من الاحسن غادي نستعملوا يدينا باش كنعرفوا واش الخليط هو هذاك، واش غادي نزيدوا الزبده او ما نزيدوش. هنايا كيف كتلاحظوا انا ضفت واحد شويه، لان قلت لكم راه غادي نديروا 125 غرام وتقدر تهزها لينا، او نقدروا نزيدوا كيف عملت هنايا انا جوج المرات كنضيف واحد جوج طريفات حتى كنلقى العجينه بلي كتجمع ليا بحال هكا. مباشره كنبدا نخدم بالعجين، غادي نقسمو على على جوج عفوا. غادي نشكلوه على يعني على شكل حلبال بحال هكا، غادي يكون شويه غليظ. الا لقيتو العجين ما كيبغيش كاع يتجمع لكم، يعني راه خصو شويه ديال الزبده، غير ما تكتروش الزبده. حتى الا كترتوا الزبده يعني جات لكم رطبه بزاف، راه عندها الحل. غادي تضيفوا شويه ديال اللوز او الكوك او الدقيق، غير خصكم تحمروا، غادي ياخذ لكم الوقت. مهم الا كانت قاصحه بزاف راه كتزيدوا الزبده، الا لقيتوها يعني رطبه بزاف كتزيدوا عاود اللوز ولا الدقيق ولا كيف قلت لكم جوز الهند. فهنايا كنجيبوا البلاستيك الغذائي، غادي نحطوا الحربال ديالنا وغادي نلفوه بحال هكا غير بشويه باش ما كيتهرس لكمش. غادي نزيروا على الجوانب باش كيجي مقاد. كتحاولوا ما امكن انكم تقادوا باش يعني من كنزولوا داك البلاستيك كيجي لينا مقاد، من كنقطعوا ما كيتهرس ليناش. غادي نكملوا بنفس الطريقه وكندخلوهم الثلاجه، او الا دخلتوهم المجمد ما تزيدوش اكثر من 3 دقائق، لان راه العجينه الا جمدت لكم من غادي تجيو تقطعوها راه غادي تهرس لكم. فانا هنايا دخلتها غير واحد جوج او ثلاثه، يعني غير على ما تمسكت ليا شويه، لان من كنت عملت هذه ديال الحامض والقرفه دخلتها المجمد، خليتها نسيتها شي نص ساعه، جمدت ليا. من جيت كنقطعها عذبتني شويه كانت كتهرس. هنايا بسرعه زولتها، غير لقيتها تمسكت ليا باش نقدر نقطعها بلا ما يعني بلا ما يضيع الشكل ديالها، زولتها من المجمد.
وانتم غتلاحظوا هنا كنقطعها بكل سهوله. كنبقاو نعدلوها بيدينا باش كنشكلوها على شكل دائري مقاد، يعني عطيو لها الوقت باش تجي لكم مقاده، باش من كطيب كتجي زوينه في الشكل ديالها. غادي نستمروا على نفس الطريقه حتى كنساليوهم كلهم. كيف كتلاحظوا يعني كنقطعوهم شويه غلاظين باش كيجيو في المنظر ديالهم زوينين كيطيبوا. فكيف قلت لكم كنشعلوا الفران على 180 درجه او 170 على حسب الفران ديالكم. الا كان مجهد غير 170 كنشعلوا من التحت ومن الفوق غير بواحد 3 دقائق قبل، وكندخلوهم ما كندخلوهمش الفران سخون بزاف باش ما غاديش يتشققوا او غادي يتبدلوا في الشكل ديالهم ولا يتحرقوا لينا من التحت. فكنحط الصينيه في الوسط او لتحت، يعني ما كتطلعوهاش بزاف الفوق باش ما يتشققوش ليكم، وكتخليوهم من 10 دقائق حتى كاع 15 دقيقه على حسب الفران ديالكم. هما راه المفروض كياخذوا غير 10 دقائق. الا كان عندكم الفران ما مجهدش غادي يقدروا ياخذوا حتى لربع ساعه. فهنا كيف كتلاحظوا هما محمرين، والفران او الصينيه حطيتها كيف قلت لكم في الوسط ديال الفران. فيعني بعد ما كيطيبوا ليا كنزولهم كنخليوهم حتى كيبردوا مزيان، عاد كنحاديوهم لان راه كيتفتتوا من كيكونوا سخونين. وبعد ما وجدوا هما كيف كيجيو راه كيجيو بنان بزاف. نتمنى انكم تجربوهم البنات، كيجيو رائعين، راه تماما بحال اللي كيتباعوا، وبالعكس هذه يعني كتجي ألذ. اذا البنات الى عجب لكم الفيديو بارطاجيوه مع صحاباتكم وخليو لي التعليقات نعرف ارائكم. اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك، وحتى اللي كتشوف القناه لاول مره تضغط على زر الاشتراك. والى الوصفه المقبله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.